السلام عليكم. يا هلا بالمحشي اللي يعني مش عارف اقول ايه والله. الحمد لله ربنا كرمنا وعملنا شويه محشي حلوين قوي. يلا بينا نخش على الطريقه، بس قبل اي حاجه نصلي على النبي ونخش بقلب جامد على الفيديو. انا هنا جبت شويه بصلتين حلوين كده، وحطيت عليهم زيت وسمنه، ورحت بعد ما حطيت الزيت والسمنه رحت محمر البصل زي اللون اللي انتوا شفتوه ده، ورحت حاطط الصلصه السبكت. هنا انا بوريكم ايه، بوريكم ان اللحمه انا حطيتها بشويه خل، علشان خاطر الخل بيساعد جدا على تسويه اللحمه. تمام. وهنا الصلصه كانت خلصت، بقول لكم ان هي خلصت. انا حطيت معاها وانا بحمر البصل حطيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قرن فلفل بارد، و اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحده حبهان. وبحمرهم معاها وبسيبهم، انتوا عايزين تشيلوهم شيلوهم، مش عايزين تشيلوهم براحتكم. هنا انا عملت ايه بعد الصلصه متسبكت؟ حطيت عليها ايه؟ الرز على قد ايه؟ على قد الكميه اللي معايا. انا هنا كنت حطيت كيلو الا ربع. إيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كانوا عاملين كيلو بتنجان ونص فلفل ونص كوسه. ما شاء الله، اللهم زد وبارك. هنا بقى هفضل اقلب لغايه، بصوا هنا حاسس ان هي بتبقبق كده، يعني هنا تحس. بصوا هنا جبت كمون، الكمون اللي عندي هنا خام، او ريحته تقيله وطعمه تقيل فما حطيتش منه كتير. وهنا كانوا شويه، اخر شويه كزبره وحطيتهم. ما كانش عندي فلفل اسود فعادي يعني، هنكمل الفيديو عادي من غير، هنكمل المحشي من غير فلفل اسود عادي يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنا بقى ايه، كنت بعمل اول بقى ما تحس انها بتعمل تش 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 كده، تيجوا نازلين عليها بمعلقه زيت. معلقه الزيت دي بتعمل ايه؟ بتخليها مفلفله، الرزايه مفلفله، وفي نفس الوقت بتشوحوها كده اكنكم بتشوحوا رز بشعريه. تمام. وانا مش عايز حد يتريق على البوتاجاز بتاعي المتواضع، عشان احنا اكيد بنعمل محشي مش بنسلق بيض، فاكيد ان البوتاجاز هيتبهدل مننا يعني، اكيد يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كنت بدوق، كنت محتاجه، كنتش حطيت الماجي، بس لما دقت عرفت ان انا ما حطيتش الماجي، عشان كده انا بدوق. زودت شويه كمون تاني بصوت، وهنا حطيت واحده الماجي. بعمل شاي يا ولاد، تعالوا اشربوا معايا شاي. عايز اقول لكم بقى، غسيل البطاطين في الشتاء ده اصعب مما يكون. يعني انا عندي نغسلهم في الصيف وبلبلة الصيف وبلبلة الصيف كده اهو، احسن ما نروح المصيف، احسن من نغسلهم في الشتاء. صح ولا انا متهيالي؟ بعمل شاي بايد واحده. هنا بقى دقت كده خلاص، انا اتاكدت ان كده المحشي معايا الطعم مظبوط. وزي ما قلت لكم كده، تحسوا ان انتوا بتشوحوا الرز. اول ما توصلوا تحسوا ان انتوا بتشوحوا الرز، تيجوا بقى نزل عليها بالخضار. هنا كنت بوريكم الخضار اللي انا هعمله. بتنجان تقريبا ما فيش اسود في السوق تقريبا كده، عشان ما لقيتش ابيض، قصدي ما لقيتش ابيض في السوق، عشان ما جبت، عشان كده ما جبتش ابيض. هنا برضه هنديها تقليبه تاني، وهنعمل هننزل بقى بالخضره. الخضره قد ايه يا مصطفى؟ هو التلاتة اتنين واحد. يعني ايه تلاتة اتنين واحد؟ يعني مثلا هنجيب ربطتين، تلات ربط كزبرة لو ربطة صغيرة، اتنين ربطة كزبرة وشبت، هنجيب ربطتين شبت. يوه، ده انا عامل حط شكل، حطيت 3 معالق شاي يا ولاد. ايه ده يا ولاد؟ في ايه يا ولاد؟ شهر رخيص ده ده الواحد ب50 جنيه، 50 جنيه. يلا مش مشكلة، فداء يا ولاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحط اتنين تلاتة تلاتة كزبرة لو كبيرة، لو صغيرة الرابطة، واتنين شبت واحدة بقدونس. الميكس بتاع التلاتة أحسن من الميكس بتاع الاتنين اللي هو بقدونس كزبرة وشبت. تمام. نمسكهم نقطعهم، بس بنغسلهم قبل ما نقطعهم عشان خاطر تبقى ايه الحاجة معانا مظبوطة كده، وتفضل خضرة كده معانا وجامدة. ماشي. مية الشاي غليت معانا، هنصفي الشاي. هنا بقى حطيت ايه، جبت قرن فلفل، وحطيت عليه توم، وضربته وعملتهم بالهون لغايه ما اتدقوا ونعموا معايا كده. هنزل عليهم بالخلطه دي اخر حاجه، اخر خطوه قبل ما نبدا نحشي. طيب التوم بيعمل ايه؟ طعم وريحه وتسيحه، نضافه، ريحه، توفير. هو بيعمل كده بالظبط. هنبدا بقى نقلب بقى، نخلي التوم والفلفل يندمجوا مع بعض مع التسبيكه بتاعتنا، ونوصل بقى عند الايه. انا هنا كنت بحاول اعمل لكم I love you. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كنت بوريكم نظرية التلات تلتات والتلت، ولا ايه، تلتين لا، هما احنا هنقول 4 ترباع.
هنحط تلات ارباع رز، والربع التاني هنسيبه فاضي. سيبه الربع الفاضي ده ليه؟ عشان خاطر الرز هيستوي. فهمتوني؟ هنا بحشي برضو الفلفل، هما التلاتة زي بعض. ولو برضو بطاطس نفس الكلام. هنا كنت بقى ايه يا ولاد، هحكي لكم القصه. انا دايما يوم الجمعه بعد صلاه العشاء في حد يعني شيخ بيطلع يقول قصص القرآن، قصص الحيوان، وقصص الانبياء وكده. انا بعشقه جدا، بعشق ان انا اقعد اسمع القصص، حتى لو حافظها بقعد اسمعها. فمعرفش الراديو وقع، فلقيته جاب اغاني نجوم اف ام. فهنا كنت والله العظيم كانت لقطه حلوه قوي. النبي يا ولاد عايزينكم تدعوا له الله يكرمكم كده يا رب، يوعدني بزيارة الحبيب المصطفى. نبي نفسي ازور النبي يا ولاد. يا رب كرمني ووسعها عليا وعليكم يا رب. بسم الله. هحشي بقى الكمية بتاعتنا دي كلها. انا معلش كنت في حد بس بعت لي كومنت على الفيديو اللي فات، انا كنت بوريكم التسبيك عشان ما وريتها لكوش. قال لي ايه بقى الحد ده؟ قال لي ربنا يكرمك او حاجة شبه كده يعني، عشان تجيب مطبخ وتجيب حد يغسل لك المواعين. هو الموضوع حضرتك انا احنا عندنا اوضه، 3 اوض في الشقه، تمام. لما جيت افتح المشروع دون، خدت الاوضه التالتة دي اللي هي كانت اوضتي اساسا، وحطيت السرير بتاعي وحاجتي في الاوضه بتاعت ايمن. وبدات اعمل الشغل بتاعي هنا، او الاستوديو بتاعي في الاوضه دي، تمام. اللي انا قاعد دلوقتي فيها هتلاقي فيها كراكيب اساسا وحاجات احنا بنستخدمهاش. بس هعمل ايه بقى، امي متقدرش تديني مواعين. و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يعني يلا الحمد لله، مش عايزين نطلع اسرارنا بره. احنا مش عايزين نطلع اسرار بره. هنبدأ بقى نحشي الكمية بتاعتنا. عايز اقول لكم ان الصلصة لما تبقى كتيرة في المحشي بتوديها في طعم تاني خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي وانتوا بتعملوا اي حاجة، صلوا على النبي. اقرأوا الاذكار. مثلا قولوا لا حول ولا قوة الا بالله كده. حوكلوا والله والله العظيم الحاجات دي او الصور الصغيره، الحاجات دي كلها بتفرق اوي في طعم الاكل، وبتخلي في الحاجه بركه وفي فرح كده في البيت. وحتى لا قدر الله الاكل متحسوش، حتى لو لا قدر الله يعني شاط او كده، ما يبقاش باين في طعمه والله بجد. معلش معلش، اسف عشان انا طول الشتا عندي برد. ليه؟ لان انا ما بخرجش في الميه. وهنا هقول لكم حاجه عشان خاطر مرات خالي تسكت. مرات خالي يا ولاد بتقول لي البس جلافز، اللي هو الجوانتي ده. انا بصراحه ما بحبوش البسه. ليه؟ لان هو بلاستيك. وانا تقريبا اي حاجه بتنط بتبقى، او يعني بلاستيك وبتشد كده، بتبقى درجه تانية انا بشوفها كده. فبصراحه انا بقرف بصراحه. يعني انا عندي اغسل، انا كده كده ايديا اصلا طول اليوم في الميه، حتى انتوا لو شفتوها هتلاقوها بيضه منوره شمعة قشطه. ف فانا على طول ايديا في الميه، فمش بشوف ان انا بعمل مثلا ايه. ايديا لما بتبقى في الحاجه كده بتبقى وحشه. ده متهيألي البلاستيك او الجلافز ده هو اللي هيبقى وحش فعلا. الجلافز ده هو اللي هيبقى وحش. فنسيبنا من النقاش ده كله. بس ان شاء الله باذن الله وعد منكم يا فانزات يا امارات، يوم ما ربنا يكرمني واطلع على التلفزيون لا البس جلافز. وكمان ربنا يسهل بقى، ممكن ابقى البس لكم مريالة وطاقية زي اللي بلبسها في العمل. حبايبي اللي كانوا عايزين يعرفوا انا بدرس ايه، انا في سياحة وفنادق. بس انا المطبخ ده هواية ليا، هواية كبيرة. يعني المطبخ ده عالم بالنسبة لي لوحده. فانا بدرس سياحة وفنادق في تالتة السنة دي ان شاء الله باذن الله اخر سنة. بس ما بذاكرش. بس يعني عشان هتقولي ليه ما بتذاكرش، اقول لكم علشان خاطر الترابيزة اللي انا بذاكر عليها بعمل لكم عليها فيديوهات، فمش عارف اذاكر. فمعلش سامحوني بقى ما بذاكرش. نخلص موضوعنا. انا عايز اقول لكم على حاجه نسيت اقول لكم عليها. انا حطيت تحت في قعر الحله شويه خضره مشكله نوع معين، براحتكم طبعا على حسب الايه. تعالوا اشربوا شاي، والله كوبايه شاي ولا اي ولا زي. الصبح بقى بنغسل بطاطين بقى وسجاد بقى، ايه حمله نظافه. اصل عندنا الوزير جاي لنا. جماعه حد اعرفه، هو لسه بعتلي رساله دلوقتي، عملت فيديو بسبوسه. بس خلينا نرجع للفيديو، نعمل الفيديو ده. بصوا هنا الشوربة يا دوبك كده هي بتغلي. هنسيبها تغلي لغاية ما توصل لنص الخضار.
او نص حلة الكرنب، فهمتوني؟ يعني هي كده لسه هسيبها تغلي. هنا كنت اتلسعت. هسيبها تغلي شويه لغايه ما توصل للنص كده بتاع الخضار. هاجي بقى موطي عليها. تمام. هو كده كده اصلا الخضار بياخد سوا شويه، بس بياخدها على النار العاليه. هنا بقى كنت بحمر الفراخ، وبحمر الفراخ بمعلقه سمنه بلدي. واي حد تاني هيتكلم بان انا بحمر الفراخ ازاي، معلقه سمنه بلدي، هتقول لي السمنه البلدي غاليه. هقول لك ماشي. صحتك ولا 220 210؟ صحتك ولا 210؟ لا طبعا صحتي. سامحيني يا سميرة على المنظر ده، بس انا كنت بعمل محشي. فطبيعي ان الدنيا تبقى مبهدله حواليا. تعالى اتفرجي دلوقتي والله فله. زي الحاجه زي ما هي، محدش حتى دخل الاوضه تاني. هنحمر بقى اللحمه مع الفراخ بمعلقه سمنه بلدي وشويه كمون وشويه فلفل. بس ما كانش عندي فلفل، فحطيت كمون بس وشويه ملح كده عليهم، ونسيبهم لما يتحمروا. صحيه بقى، ولا تقولي لي زيت ودهون وبتاع. احسن حاجه معلقه سمنه بلدي وخلاص. هي معلقه واحده زي ما انتوا شايفينها كده، بتحمر الفراخ بتحمر اللحمه وخلاص. احسن من الزيت والقرف. هو طبعا مش قرف، دي نعمة من عند ربنا. بس بتكلم ان اضراره يعني، فهمتوني؟ احسن. لا السمنه البلدي طبعا استاذة. هنا بقى كنت خلصت الاكل. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. شويه محشي يدفوا ويكفوا ويعفوا كمان. اللهم بارك. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى تحطوا له لايك، واتمنى تشتركوا في القناه بتاعتي الصغيره، واتمنى لو في اي ملاحظه اكتبوها لي في الكومنتات. وشكرا، والسلام عليكم، والى لقاء اخر ان شاء الله. ومع السلامة، باي باي. والله العظيم مش عايز اسيبكم، والله كلامكم والله بتوحشوني. يلا، السلام عليكم.